وبكل صراحه لائحه متوازنه، فيها شباب، فيها لاعبين ذو تجربه، وهذا شيء مهم. اليوم ماشي وقت الانتقاد ولا نتكلموا على اللائحه اكثر ما نكونوا وراء المنتخب كما قال والد الكراكي، خصنا نكونوا لحمه واحده، نشجعوا المنتخب، نساندوه. حنا كنعرفوا افريقيا كي دايره، كنعرفوا الطقس، كنعرفوا بزاف ديال الامور. كنظن بان انا بالنسبه لي لائحه متوازنه، فيها لاعبين ذو يعني اداء رائع. كاين بعض التخوفات من الاصابه ديال سفيان بوفال ونصير المزراوي كما تكلم عليهم والد الكراكي، ولكن انا مقتنع بهذه اللائحه ونتمنى خير للمنتخب ان شاء الله، وكنظن بان غادي نوصلوا للادوار النهائيه باذن الله تعالى، كلشي بالنيه. هذا مساله عاديه لان العمل اللي كتقوم به الجامعه الملكيه، حنا كنشوفوا اليوم مركب المعموره وجوهره من افضل المركبات في العالم، وهذا ماشي فقط ليس كلامي بل حتى اخي الصح ديال ساديو ماني اللي كان حفل الجوائز اللي كان هنا منظم قالها. كل صراحه عندنا لاعبين كثار، والله يحسن عوان السي والد الكراكي في الاختيارات ديالو، صعيب بزاف، خصوصا ان اللائحه كانت مخلصه فقط في 23. راه الحمد لله اللي زادوا هاد الربعه هذه، ما كانت تكون كما قال تكون فريمون لا بلاص سافا تري 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 شير، ولكن انا متفائل بالنتيجه ان شاء الله واداء باذن الله تعالى.